بعد تحقيق لقب شان مع المنتخب المحلي ومركز ثالث في أولمبياد باريس مع المنتخب الأولمبي، طارق سكيتيوي كيسعى مرة أخرى لتحقيق لقب جديد، وهذه المرة مع المنتخب الرديف في كأس العرب بقطر، والمقرر من 1 إلى غاية 18 سبتمبر من العام الجاري. الناخب الوطني كشف عن اللائحة المستدعاة لجوج مباريات ودية ضد كل من المنتخب المصري والكويتي. هذه التشكيلة اللي عرفت حضور أبرز اللاعبين المحليين بالإضافة إلى محترفين بالخليج العربي. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على هذه التشكيله مركز بمركز، ونكتشفوا كذلك برنامج الكامل الاعدادي لهذه المنافسه. هذا الشيء بالاضافه الى تفاصيل اخرى غادي تعرفوها معنا في هذا المقطع. ما تنساش انك تضغط على زر الاعجاب وتابونا معنا في القناه باش يبقى يوصلكم اي حاجه متعلقه بالمنتخبات الوطنيه. ويلا نبداو على بركه الله. فكما كنعرفوا ان اخر ظهور للمنتخب الوطني في هذه المسابقه كان في مباراه النهائي ضد المنتخب الجزائري اللي خسرنا فيها بضربات الجزاء بقيادة الإطار الوطني حسين عموتة. الآن في نسخة قطر 2025 الجمهور المغربي كيتسنى مستوى مشرف من العناصر الوطنية من أجل تحقيق لقب للمرة الثانية في هذه المسابقة، ولهذا الغرض استدعى طارق سكيتيوي لائحة أولية مكونة من 28 لاعب واللي جات على الشكل الآتي. في حراسة المرمى كاين كل من صلاح الدين شهاب حارس المغرب الفاسي، ورشيد غانمي حارس نادي الفتح الرياضي، بالإضافة إلى حارس ثاني نادي الجيش الملكي أيوب الخياطي. في الغالب صلاح الدين شهاب الأقرب إلى الرسمية. بالنسبة لخط الدفاع نبداو بمركز اللاك سونترال أو قلب دفاع اللي فيه كل من مروان وداني لاعب نادي الجيش الملكي واللي تألق بشكل ملفت في الشان، بالإضافة إلى زميله في الفريق يونس عبد الحميد اللي عنده خبرة طويلة ولعب سابقا مع المنتخب الأول في العديد المناسبات، ومروان سعدان لاعب فتح السعودي، وسفيان البوفتيني مدافع الوسط الإماراتي. المنافسة غتكون قوية في هذا المركز، لكن ثنائية مروان سعدان وبوفتيني الأقرب إلى الرسمية في نظري. بالنسبة للأظهرة نبداو بالظهير الأيمن اللي فيه محمد مفيد لاعب الوداد البيضاوي، ومحمد بولكسوت لاعب الرجاء اللي كان أساسي في الشان وبصم على بداية موسم قوية مع ناديه. بالنسبة للظهير الأيسر كاين حمزة موساوي لاعب نهضة بركان، ومحمد بن تايك لاعب الزمالك المصري. ننتقلوا الآن إلى خط الوسط ونبداو بمركز الوسط الدفاعي اللي فيه عميد المنتخب المحلي ونادي الجيش الملكي ربيع حريمات اللي كيقدم مستويات جد رائعة، لاعب لا غنى عنه في المنتخب، وأنس باش لاعب الجيش اللي يعتبر لاعب بوليفالون كيلعب كظهير أيمن وكذلك كيلعب كقلب دفاع، بالإضافة إلى أمين سوال لاعب الفتح الرياضي. أما مركز الوسط المهاجم أو بوست رقم 8 اللي فيه أيس أورخان لاعب الجيش الملكي وأيوب خيري لاعب نهضة بركان. بالنسبة لمركز صانع الألعاب اللي فيه وليد الكرتي لاعب بيراميد المصري واللي تألق بشكل لافت هذا الموسم وكان له دور أساسي بتتويج نادي بيراميد بدوري عصبة الأبطال لأول مرة في تاريخ النادي، بالإضافة إلى صابر بوغرين لاعب الرجاء البيضاوي اللي هو الآخر لاعب مهاري ما شاء الله. بالنسبة لخط الهجوم نبداو بالجناح الأيمن اللي فيه كل من رضا سليم لاعب الجيش الملكي ويوسف المهيري لاعب نهضة بركان، وبالنسبة للجناح الأيسر اللي فيه أشرف بن شرقي لاعب النادي المصري، وأسامة طنان لاعب نادي أمصلة القطري، وأمين زحزوح لاعب الجيش الملكي السابق والمنتقل حديثا إلى نادي وكر القطري. بالنسبة لمركز رأس حربة اللي فيه هداف الشان لاعب أسامة المليوي، وعبد الرزاق حمد الله لاعب نادي الشباب السعودي، وحمزة الحنوني لاعب الوداد البيضاوي، ووليد أزارو لاعب نادي عجمان الإماراتي. وبالتالي هذه هي اللائحة 28 لاعب اللي تمت المناداة لها لهذا التجمع الإعدادي. أكيد أن اللائحة مازال غادي تقلص إلى 23 لاعب عند إعلان اللائحة النهائية في التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل. كذلك الجمهور المغربي كيتساءل عن غيابات بعض اللاعبين المميزين اللي كينشطوا في الدوريات الخليجية كسفيان رحيمي ومراد باطنة، إلا أن هذا الغياب راجع إلى تزامن نهاية البطولة العربية مع افتتاح كأس إفريقيا ب3 أيام فقط، يعني مستحيل اللاعبين اللي غيشاركوا في كأس العربية غيلعبوا في كأس إفريقيا، والعكس كذلك صحيح. كما أن طارق سكيتيوي يعتمد على لاعبين اللي عندهم خبرة مثل هذه المناسبات، وهذا ما يشير على عزم الناخب الوطني بتتويج بهذا اللقب إن شاء الله. احنا كمغاربة نتمنى ما هو خير للعناصر الوطنية فيما هو قادم. كان معكم سيمو، تهلاو.